مطبخ ميرو، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هاجي اكمل اكله القبطان عزوز اللي جابها لي، السمك اللي جابهولي. نزل النهارده، ما كانش عنده شغل، راح السوق كمل لي الاكله وجه وجاب لي حاجات طازه جميله. تعالوا بينا اوريها لكم. انا عملتها لكم مره في اليخت، بس عملتها لكم بسرعه فاكيد ما شفتوش التفاصيل بتاعتها. تعالوا بقى شوفوا معايا التفاصيل عشان تعملوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم وتبقى عسل. تعالوا اوريكم انا جبت ايه. او القبطان عزوز جاب ايه. بصوا السمك بتاعه اهو، الدنيس اللي هو جابه انا نضفته. بصوا نضفته وحشيت قلبه ولسه الباقي اهو هكمله. جاب لي جندوفلي وجاب لي جمبري. هعمل معاكم جمبري، بصوا الجمبري وجماله. وجاب كابوريا جميله وتقيله نتايات، بصوا الكابوريا ما شاء الله عليها. وجاب سبيت انا تبلته وهقول لكم دلوقتي انا تبلته ازاي من كل حاجه عشان اعمل لكم شوربه سي فود بالكريمه وان شاء الله برضك تعجبكم. وهنا هعمل لكم، هنا قطعت طبعا اللي هو الروس والحاجات الزيادات هعمل بيها الطاجن ومقطعه له الطماطم. وهنا اخدت الحبه الجمبري اللي انا قطعتهم عملت بيهم الشوربه بالروس الجمبري عشان خاطر اطلع شوربه الكريمه تبقى لذيذه. وهنا كرفس شوربه السي فود. هنا حطيت بصلايه قطعتها 4 وطماطمايه قطعتها على 2 وحطيت شويه بهارات ملح وفلفل وشطه. وحطيت، مش عايزه اشغل الشفاط عشان خاطر الصوت الشفاط هيكون جامد. انا زودتها شويه ميه، هي كبيره عشان تبقى معانا حلوه وتستوي. هي هتنزل كمان ميتها معانا. دلوقتي العيون كلها شغاله. هقلي شويه سمك كده وارجع لكم تاني عشان نشوف الخطوات التانيه. تعالوا نحضر الجندوفلي كده عبال ما العين تفضى هنحط عليها. هنجيب الجندوفلي اللي احنا غاسلينه هننزل عليه بحبة بصل والتحديقة الليمون طبعا. ناخد طماطمية من هنا، معلقتين طماطم. قطع عليه حتة فلفلاية. هو يا دوبك هيشم النار وخلاص كده. خليه هنا بقى. هنا شوربة السي فود. احنا هنصفي الروس اهو الجمبري والشوربه اللي احنا عملناها عشان نستفاد ايه في الشوربه. اهو ورق لوري وبصل طماطم اهو. خطوه خطوه هوريها لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي. نطلع السمكه دي واحده ثانيه. الكابوريا خلصت معانا وحطينا مكانها الطاجن عشان احطه في الفرن عشان استغل الوقت عشان اخلص ايه بقيه الحاجه. نحط عليه حبه زيت، هنعلي شويه. بصوا السمك الدنيس الطازه ده بجد اكله جميل ما شاء الله عليه تحفه.
هننزل بالبصل. احنا ممكن ننقل العيون هنا وده هنا. الجمبري اهو لسه اهو هياخد له غلوه كده واطفي عليه. بصوا الجمبري وجماله، بصوا الجمبري الطازه الجميل وشويه شوربه عسل. ادوا الجمبري تشويحه، ادوا الجمبري تشويحه مع البصل مع البهارات كده، او وتبلوه قبليها من شويه كده بالتوابل، وبعد كده حطوه هيطلع عسل. طلع شويه شوربه حلوين فعلا. هنوطي بقى على السمك عشان ما يحرقش الزيت، وفي نفس الوقت ما يستوى الزيت، يتحمر بس شويه كمان عشان احط. بصوا الكابوريا خلصت اهي. كابوريا النتايات المبطرخه، بس انا برضك بحب الكابوريا اللي هي الزرقاء، اللي هي الكبيره دي الزرقاء دي، بحس ان فيها لحم. انا اصلا يعني الكابوريا النتايات دي بتبقى كلها بطروخ، اللي هي فيها بقى لحم وفيها لحم برضك، بس بتبقى مليانه لحم ومردومه، اللي هي الكابوريا اللي هي الدكوره اللي هي الزرقاء دي انا بحبها برضك. البصل اهو بنشوحه، خد له تشويحه حلوه كده تاني، معاه فلفل البصل ده. شفتوا ده بقى الروس ببطروخ السبيت اهو، بالحاجات اللي هي الصغيره دي اللي طالعه. كل ده هعمله في الطاجن. بصوا متبلاه كده اهوت الاول، هحط له تاني تتبيله. هنزل بيه كده. خلي بقى مع بعض ونطلع السمك. بصوا اهو البصل كده ياخد لفه مع الطاجن، عشان انا لما احطه يبقى حلو قوي مع الرز. ايه وشك. خلاص الجمبري بصوا كده انا هطفي عليه. بصوا الجمبري هحطه بقى هنا، هنزل بيه الجندوفلي، نسقط الطماطم، بصوا هنا بقى عملت تاني، حطيت بردك تاني بهارات وعلى حتة فلفل وثلاث فصوص ثوم عشان انزل بيهم. سيبه بقى ايه مع نفسه يستوى عشان احطه في الفرن. حبة كرفس معاه. شوفوا الرز، بصوا الرز، بصوا الرز وجماله. هنفضل شويه، هكمل قلي وارجع لكم. مش هعمل شوربه السي فود غير بيكو، وهرجع لكم تاني. استنى خلاص. حط الزيت على النار هنا عشان اقلي فيه الصبيط. بصوا بقى الطاجن حطوا ايه
في البريمة. ولعت الفرن عشان ايه احط فيه بقى الطاجن عشان يتحمر وينشف اكتر. التلات بريمة اهو. البريمة هدخلها في الفرن، احطها من تحت تستوى بقى كده، تتحمر. هجهز هنا بقى الدقيق عشان خاطر البتاع، هحط عليه زي معلقه نشا عشان يقرمش كده والكفر يمسك فيه ان شاء الله. هنيجي نحط عليه شويه شطه كده، مش كتار اهو. حطيت بقى هنا اهوت وحطيت الزيت على النار، السوبيت، وهننزل هنا اهو. يلا نعمل تاني نفس القصه. لا السي فود هننزل بيها، خليها تقدح هنا وهننزل بيها. السبيت بيتقلى يا جماعه. لازم اشوحها كويس. هنا بنقلي السبيت. هقلي السبيت واوريكم الخطوه التانية بتاعه الشوربه السي فود. اهو انا عطيتها تشويحه تمام، وهي بردك عماله تنزل الميه بتاعتها، فانا هنزل بيها هنا بالشوربه اللي انا عملتها براس الجمبري. يوم السمك ده بيكون يوم عليا، يوم ما طلعتلهوش شمس. ليه؟ لان المطبخ كله والشقه كلها دخان وزفاره. هننزل بالكريمه نحطها كلها. خلصنا قلي السبيت اهو. هننزل بالكرفس حبه كده يدونا طعم. هنحط الملح بتاعنا، شويه فلفل اسمر، شويه شطه معاهم. اوعى كده من بصوا كده الطواجن اهو. بصوا ايه الحلاوه دي بس يا ميرو. سلام بقى لما ميرو تكون رايقه وتعمل عظمه. احنا كده خلصنا كده، خلاص خلصت الاكل طبعا بعد وقت طويل، والحمد لله الاكل طلع فل. تعالوا اوريه لكم. بص الكابوريا، بص الجمبري، الطاجن، السبيت، الجندوفلي، السمك. بصوا السمك وجماله. بصوا الشوربه، واخيرا الرز.
وكده اكون خلصت الاكل. وتعالوا كلوا معانا وقولوا لنا بألف هنا وشفا، وان شاء الله تعجبكم الطريقه، وامشوا ورايا بالظبط التكات اللي انا عاملاها، وان شاء الله الاكل يعجبكم. مع السلامه واشوفكم في الفيديو الجاي.